السادة والسيدات أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. افتتاح الاحتفالات الرسمية لذكرى عملية فنقل التاريخية. رئيس سياسة تركيا وضع أكاليل الزهور في نصب الشهداء. نجاح التشجير في الإقليم الجنوبي. أكثر من 25,000 شخص قضوا في زلزال تركيا وسوريا. الولايات المتحدة تضيف 6 كيانات صينية إلى القائمة السوداء. إيران تعلن توقيف المتورطين في الهجوم على مصنع عسكري. إلى التفاصيل. أقيم عصر اليوم السبت الافتتاح الرسمي لاحتفالات الذكرى 33 لعملية فنقل التاريخية بحضور فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وقادة الجيش والجبهة والاتحادات الوطنية والضيوف المدعوين. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في الكلمة التي ألقتها أن عملية فنقل كانت عملية إعجازية أظهرت قدرات الجيش الشعبي العسكري عامة والاستراتيجية الحربية البرية والبحرية للجبهة الشعبية خاصة، لذلك يحتفى بها سنويا. وقالت أن البطولات والمساهمات والتشجيع الذي أبداه الشعب للتصدي للأعداء بدعم مشقليهم يعتبر مفخرة واعتزاز وطني مترسخ في كل إريتري ويجب مواصلته عبر الأجيال. وشكرت كافة الجهات الحكومية والجبهة والشعب والجيش التنمية لتنظيم الاحتفال التاريخي بحفاوة. من جانبها هنأت رئيسة لجنة الاحتفالات السيدة زينب عمر الشعب في الداخل والمهجر بالمناسبة العزيزة، وقالت أن احتفال هذا العام يجري في مرحلة سلام وبناء مبشرة. شهد الاحتفال فعاليات ثقافية وفنية عكست البطولات والمهام المستقبلية، وتستمر احتفالات عملية فنقل حتى 12 من فبراير بمختلف البرامج الثقافية والفنية والرياضية والمعارض والحفلات الشعبية. وضع الرئيس إسياس أفورقي أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في طوالت بمناسبة الذكرى 33 لعملية فنقل. المناسبة حضرها الوزراء وحكام الأقاليم وقادة الجيش والدبلوماسيين والضيوف المدعوين. ويحتفل بالذكرى 33 لعملية فنقل من 10 وحتى 12 من فبراير بمختلف المناشط والفعاليات. أفاد فرع سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقده في 7 من فبراير بشأن أنشطته في الإقليم نجاح التشجير الذي جرى الخريف الماضي بنسبة 78%. وذكر التقرير المقدم في الاجتماع قرص أكثر من 1,500,000 شجرة بمختلف قطاعات المجتمع من 30 نوعا مستوطنا وغير مستوطن من الأشجار. التقرير أشار إلى القيام بأنشطة حماية التربة والمياه وحراسة المحميات، موضحا معاقبة قاطعي الأشجار بحوالي 3,400,000 نقفة تم ضبطهم بتعاون الجهات الإدارية والجيش. وشدد المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفه توم على ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية لضمان حماية القطاع النباتي والحياة البرية، داعيا للتوسع في إقامة المحميات لدورها في نمو الغابات. وناشد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتون مشاركة كافة قطاعات المجتمع في برامج التشجير لتحقيق المبتغى، مؤكدا على تقديم إدارة الإقليم الدعم اللازم لإقامة نقاط حراسة للأشجار.
أفادت الاجتماعات التي عقدت في مديريتي هايكوتا وعالي القاش في إقليم القاش بركة مساهمة الشعب بدور هام لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح في الاجتماع تنفيذ ناجح لأغلب البرامج الموضوعة، مشيدا بالمشاركة الشعبية القوية لحماية التربة وحفظ المياه. وذكر المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد رجاي موراتو بناء الحواجز المائية في الأراضي الزراعية بالآليات والنفير الشعبي وحصد مزارع المرابطين للدفاع عن الوطن. وذكر مدير مديرية عالي القاش السيد قدي استيفانوس تنفيذ برامج إصحاح البيئة والتحصيل الضريبي للأراضي والمواشي وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. عقدت الشرطة سيمينارا تنويريا لمكافحة الجريمة لسكان 4 ضواحي في مديرية أصمات. وأوضح قائد شرطة حلحلة الرقيب حسب الله محمد في السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 1200 شخص من ضواحي بلداي وهوش وأصمات وشقالة. أوضح بأن الهدف الأساسي للشرطة مكافحة الجريمة قبل ارتكابها وتقديم الجنات أمام القانون، داعيا لتعاون الشعب في كشف مرتكبي الجرائم. من جانبه أوضح مسؤول التحقيقات الجنائية في شرطة حلحل عبد الله محمد الدور الهام لتعاون الشعب لإنجاح مهام الشرطة، ودعا المشاركون لمواصلة مثل هذه المحاضرات التنويرية وفتح مركز شرطة في أصمات لتجنب السفر ومصرفاته إلى مركز شرطة حلحل. السادة والسيدات إلى فاصل وثم فيكم بالأنباء العالمية. قضى أكثر من 25,000 شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحسب أرقام رسمية أعلنت. وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة لمدينة شانليورفا جنوب شرق تركيا أنه عثر حتى الآن على 21,884 شخصا في تركيا، فيما أحصت السلطات في سوريا 3,553 قتيلا. ومن المرجح أن يتضاعف عدد قتلى الزلزال حسب ما قاله وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث. وفي حديثه قال مارتن غريفيث أنه يتوقع عشرات الآلاف من القتلى الإضافيين. هذا وفتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاما من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، على ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية. أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقب الصيني المشتبه به إلى قائمة تصدير سوداء. تأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض أنه سينظر في بذل جهود أوسع لكشف ومعالجة أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها بحسب وكالة رويترز للأنباء. وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن الشركات الخمسة ومعهد أبحاث واحد يدعمون جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بما في ذلك المناطيد والبالونات. وتتسبب الإضافة إلى القائمة السوداء في صعوبة حصول الشركات المستهدفة على صادرات التكنولوجيا الأمريكية. أعلنت السلطات الإيرانية توقيف العناصر الرئيسية المتورطة في هجوم بطائرات مسيرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد. سفير إيران في الأمم المتحدة كان قد اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيرة في يناير الماضي. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان وفق ما نقلت وكالة إرنا للأنباء. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم فاشل بطائرات مسيرة في 28 من يناير استهدف مجمع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان. للمرة الرابعة في أقل من شهر خرج الفرنسيون في مسيرات احتجاجية استجابة للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون. وانتهز الأخير الفرصة داعيا إلى التحلي بروح المسؤولية
ومثيرا لغضب النقابات، وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي نظم ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب بالمشاركة في المظاهرات. وذكر مصدر في الشرطة أنه توقع مشاركة بين 600 ألف و 800 ألف شخص في المظاهرات، بينهم 90 ألفا إلى 120 ألفا في باريس. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. انطلق الاحتفال الرسمي لعملية تنقل الذكرى الثالثة والثلاثين. فخامة الرئيس السياسي أفريقيا يضع أكاليل الزهور في نصب الشهداء. نجاح التشجير في الإقليم الجنوبي. أكثر من 25 ألف شخص قضوا في زلزال تركيا وسوريا. الولايات المتحدة تضيف 6 كائنات صينية إلى القائمة السوداء. وإيران تعلن توقيف المتورطين في الهجوم على مصنع عسكري. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.